ساعه تصوير حلقه العزيف واحنا بنصور الفيس ديتكت، او يعني اللي هو تتبع الوجه في الكاميرا، اللي في الكاميرا، شايف وش مش شايفينه في وسط التصوير مره واحده بقى شايف وش مش شايفينه وبيتحرك معاه. احنا مش هوا بنتكلم، احنا نبهنا، واكيد مش بننوه ان محدش يدور على الكتاب رخامه مننا. في شخص دخل يبيع الكتاب قال انا عندي الكتاب اللي عايز يشتريه، فاهم؟ والله قصدي انا ما شفتش الكومنت ده، ما شفتوش. في بنت دخلت سالت ازاي ارتبط بواحد من الجن، او ازاي اعمل علاقه مع جن. انا فاكرها، فاهمني؟ لو انت عايزه ماشي تعملي علاقه عامه، سبتي البشر كلهم وقررتي ان انت تخشي العالم الاخر، وانا قاعد برمي بعيني في كرسي اللي هو في اخر الطرقه اللي ورايا دي، كان في كرسي ببص لقيت فعلا في حاجه بنفس الوصف اللي عدنان كان بيقوله، قاعده على الكرسي، قاعده على الكرسي وبتبص له. ما ركزتش معاهم. اوقات الكهرباء تقطع، اوقات الكاميرا تهيس، فاهمني؟ اوقات حاجات تتحرك. خالد كان قاعد جوه في مره واحده الشنطه راحت ماشيه لوحدها، وانا بمنتج الحلقات انا كنت قاعد سامع حد بينادي عليا في البيت، لا وانا لابس السماعه. مساء الفل. دي اول بودكاست هنعملها من برنامج ستوري، وقررنا نعملها لان الناس طلبت مننا محتوى رعب طويل. عشان كده قلنا لازم نعمل حاجه طويله تقدر تخلي الناس تتسلى وهي بتسمعها وهي ماشيه وهي بتعمل اي حاجه. لذلك النهارده هيبقى يوم مميز جدا في البرنامج. شامي حبيبي ايه الاخبار؟ يعني انت قلت ان انت طالع تعمل محتوى رعب، انا ايه علاقتي بالرعب؟ انا راجل هلاس يعني. قصه هلاس، بس هي الفكره في ايه؟ الناس ما تعرفش بدايتنا وبدايه البرنامج كانت عامله ازاي. فانت بما انك هوست فجايب حد يتكلم عن البرنامج. ما هي بالظبط ده ما هو انا لازم قبل ما ابتدي اكمل في موضوع البودكاست لازم الناس تعرف احنا بنعمل ايه والبرنامج عموما بيتكلم عن ايه. فدي انت هتتكلم فيها بشكل في استفاضه. عايز تتكلم جد يعني حاجه زي كده. بص انا هحاول ان انا اتكلم جد. طب قول لي. يعني في ناس ما تعرفش احنا بادئين الموضوع من امتى. انت اتكلمت فيه في كذا لايف، بس في ناس ما تعرفش احنا بادئين الحوار من امتى. اوكي. يعني الموضوع ابتدى اصلا من قبل 2019. هو البرنامج اصلا اول يعني هنعتبر ان هي كان سيزون تجريبي في 2019. اوكي. بس احنا من قبل 2019 كنا بنقعد اللي هي الاعداد بتاعتنا العاديه معموره في المعموره، مظبوط. معموره ونقعد نتكلم عن الرعب والكلام ده، لحد ما في مره كنا احنا لسه متخرجين. فقلت ليه ما نحولش القعده اللي احنا بنعملها دي لمحتوى. كنت ساعتها انا بتابع الدحيح قوي، بحب البرنامج بتاعه. كنت بتابع تمرين البرغوثي، فاللي هو انا حابب الستايل ده، فاللي هو ليه ما نعملش كده. وكان عندي واحد صاحبي اسمه مصطفى كساب، ما اعرفش انت تعرفه ولا لا. هو كان بيعرف يتكلم قدام الكاميرا يعني. الله يسامحه. ماشي. الله يسامحه. بس فكنا احنا 3 ساعتها، كنت انا وانت وجزره. اوكي. بنصور في الشقه بتاعت جزره، عشان كانت شقه الستايل بتاعها قديم قوي كده. نفسي ارجع الشقه دي يا شباب. يعني الشقه تحفه، نفسي ارجع فيها، بس يعني مش هنعرف نرجع لها للاسف بسبب ظروف معينه. فاحنا حولنا البرنامج، حولنا القعده اللي احنا بنقعدها لبرنامج. بعد ما صورنا 4 حلقات دخلت الكورونا بسبب ظروف وبسبب ان حصل عليه هاكينج والكلام ده كله، فما قدرناش ان احنا نبتدي من الصفر تاني. انشغلنا كمان في حياتنا. وانشغلنا. الكورونا جت يعني حطت على الكل. بس اقول لك على حاجه، يمكن انت قلت كلمه ان الكورونا دي كانت افضل فتره لاستغلال السوشيال ميديا. لاستغلال السوشيال ميديا، بس احنا كنا تقريبا حطينا مجهود وفلوس كتير في خلاص سيزون 1. واحنا لما ابتدينا ان احنا نشوف مقابل، احنا سيزون 1 عملنا لنا 4 حلقات طويله. كان اقل حلقه عليها على اليوتيوب سكه ال 40,000، وكمان واحده 17,000 وواحده 40,000. واحده كانت اقل حلقه فيهم كانت عامله 9,000 على اليوتيوب في 2019. دي كانت حاجه كويسه. وكنا 3,000 سبسكرايب. والفيسبوك كان برضو عالي قوي. فاحنا كنا خلاص ابتدينا ان احنا لا هيدخل لنا فن، يخش فلوس لولا بس هيخش فلوس. يعني احنا ما كناش عندنا خبره بالسوشيال ميديا زي دلوقتي. مش فكره كده، فكره ان احنا لما جت الكورونا كل واحد فينا خلاص قرر ان هو لازم ينزل عشان خاطر يشتغل والكلام ده. خلاص بقى شغلانتنا صعبه، مش سهله. ايام الكورونا كانوا بيفحطونا يعني. احنا كنا بننزل ايام يعني وقت الحظر بيبتدي احنا بننزل بقى. احنا بننزل فمفيش الكلام ده. بس لما رجعنا بقى مؤخرا قررنا ان احنا نعمل البرنامج تاني. هيئنا ظروف شغلنا على الموضوع ده،
وابتدينا زي ما الناس شايفه يعني بس ابتدينا بالحاجات الصغيره شويه. احنا ما كانش عندنا رفاهيه ان احنا نعمل محتوى طويل اسبوعي، واحنا لسه بنبتدي. الاسبوع احنا لسه بنبتدي ده. مين الاودينس اللي هيبقى مستنيك اسبوع؟ انت مين يا ابن عشان اتفرج عليك بالظبط. ده انا بتفرج، ده اللي انا قصدي عليه. اتسالت سؤال في اكتر من لايف وانت كنت حاضره، ليه الرعب؟ ليه الرعب؟ بص، انا عامه من وانا في الكليه وانا بحب الستايل بتاع الرعب، فاهمني؟ حتى ساعه مشروع تخرجك لما احنا عملناها تلاقيني كنت لاعب اصلا المود سسبنس، كنت تحس ان هو رعب. وفي المعموره كذا مره كنا بنروح بنصور افلام قصيره رعب. صورنا فيلم فريندز. ده الوحيد اللي طلع للنور يعني. الفيلم لسه عندك صح؟ الفيلم لسه عندي، ممكن ابقى انزله. ما يلا. وممكن ننزل الفيلم بتاع، كان الفيلم بتاعنا اسمه ايه؟ 14 يوم. ممكن ننزله والله، بفكر ننزله. انا بحب جو السسبنس والرعب والكلام ده، خصوصا ان انا شايف ان احنا في مصر ما عندناش صناعه افلام رعب. احنا ما عندناش صناعه افلام رعب نهائي. فجيت انت في مره سالتني على حوار الويجا، وقلت لي ايه الفرق بين فيلم الويجا اللي بيتعمل عالمي وفيلم الويجا اللي بيتعمل في مصر ومش عارف ايه. وقلت لها اتكلم عليه. انا عامه ما بحبش اطلع قدام الكاميرا يعني، انا طالع غصب عني اساسا. لا، ما في محتوى افلام لازم تعمله. لا، ما هو المحتوى للاسف انا مضطر دلوقتي ان انا اتعود على الظهور قدام الكاميرا. بس لا لازم تتعود على ده. يعني اصل انا يعني بستثقل دمي قوي يا كساب وانا قاعد قدام الكاميرا. هو كل الناس وانا مش هشقر وعيني خضرا عشان يبقى دمي تقيل والناس تقبلني. هو انت بتوافق على ايه؟ بس الفكره ان سلطان عمال يعمل كده ورا. انت موافق على ايه؟ ده تجريح يا ابني. يعني اصل فاهمني، ما عنديش انا بقى اللي هي المقومات بتاعت انا مش كاريزما. واخد بالك؟ بس كده هعمل. عامه هو موضوع الويجا، انت لو بصيت مثلا، لو حبينا ان احنا نقارن فيلم الويجا اللي اتعمل بره بفيلم الويجا اللي اتعمل في مصر، اللي كان بطولة شريف منير ومنى شلبي والشباب دول، ده كان فيلم رومانسي بالظبط. ما كانش فيلم رعب. ده كان فيلم بيحكي عن مجموعه صحاب. الفيلم مركز بنسبه 90% على العلاقات الزوجيه، العلاقات اللي بين الصحاب، المشاكل اللي بتحصل، الخيانه، الكلام ده كله. الفيلم مش رعب بالمره، مش رعب اصلا، فيلم دراما. فيلم دراما رومانسي. لكن فيلم ويجا بتاع بره ده فيلم رعب. فيلم رعب ده سسبنس. قال لك في فرق بين ده وده كمان. بالظبط. واحده كانت بتتكلم مع الناس موضوع الروحانيات والكلام ده، وكانت عامله ماجنت او بشكل ما بتخلي لوح الويجا ان هو يتحرك عشان تخلي الناس يحسوا براحه نفسيه ان هم بيتواصلوا فعلا مع اهاليهم والكلام ده. تمام. جت بنتها لعبت بالويجا، راحت محضره روح. اوكي. وابتدت اللعنه من هنا عشان ما نحرقش يعني. انما احنا هنا في مصر عملنا فيلم مضحك. عملنا فيلم رومانسي. انت عامل فيلم دراما رومانسي، فانت ما عملتش رعب. ماشي. حتى فيلم 30 يوم ده او 13 يوم اللي اتعمل، قال لك اول فيلم رعب 3 دي. تمام. انت اعتمدت على في حاجه في الرعب اسمها جامب سكيرز. تمام. ده لما تحس ان السكريبت بتاعك واقع في الحته دي، تقوم خاض، فبتقوم حاطط جامب سكير، فاهمني؟ اللي هو خد شويه رعب على ما اكمل لك بقى السكريبت. مش اللي احنا عايزينه. خد شويه رعب على ما انا اكمل لك اللي جاي. فهو اعتمد على كام حته جامب سكير. انت السكريبت بتاعك راح في 60 داهيه. وخلي بالك ده مش ضعف من الناس اللي بتكتب رعب عندك في مصر. بالعكس، عندك ناس بتكتب رعب حلو قوي. منهم يعني كتابات واخده ستايل الرعب شويه. عندك احمد مراد لما اتعمل الفيل الازرق. فيلم الفيل الازرق مش فيلم رعب، لكن فيلم سسبنس ابن لذينه. انت كنت قاعد تاخده. انت قاعد متوتر، انت قاعد بتتفرج على الفيلم متوتر. هو مدي لك الحاله دي. لكن باقي الافلام مش موجود. ممكن تلاقي شويه رعب في المهرجانات. عندك ورد مثلا. ورد كان فيلم مهرجانات وكان فيلم ما خدش حقه الفيلم ده. بص، هو كان فيلم لطيف بس هو فيلم مهرجانات، فاهمني؟ انت الافلام دي ما بتوصلش، خصوصا ان هو ما كانش فيه عارف نجوم صف اول، واحنا عندنا بيهتموا قوي بالكلام ده. ما هو اوكي، بس الفكره ستيل الفيلم، يعني الفيلم كان محتاج يتصرف عليه اكتر من كده. انا ما عنديش مشكله في ده، بس الفكره ان الفيلم فعلا قصه ويقال ان هو قصه حقيقيه. بص، انت ما ببقاش فاهم يعني ايه اللي يطلع فيلم زي ايه اللي يخلي فيلم زي ورد. فيلم ورد ما كانش فيه وجوه مع الناس ما معرفش. تمام. وما طلعش للنور. على النقيض هتلاقي ان في فيلم تاني كان الوجه الوحيد اللي معروف فيه هو لطفي لبيب، فاهمني؟ فيلم كام والفيلم انتشر بقى، وروتانا سينما بتعرضه كل 3 ساعات والدنيا شغاله. 13 ساعات. وفيلم ما جاش.
والموضوع اصلا ملوش علاقه بالعفاريت. بص هو كلون قذر لفيلم سكريم. سكريم فيلم عظيم قوي. كلون، ما بقول لك كلون قذر. عارف انت ابيبس واديداس اديداس واديبوس ابيبس واديداس بجد. لو عارف يعني ده فيلم انت ممكن تتفرج عليه مره تلعن سلسفين افلام الرعب فاهمني، واللي يتفرج عليه. والفيلم الثاني انت سسبنس هتتفرج بقى في قصه. سيبك من برنامج، وان انا بقدم برنامج. ايه اكتر حلقه كانت متعبه؟ يعني اعتبر ان انت راجل في البرنامج مش بص وانا مش بقدم. بص يعني انت بتتكلم على السيزون ده ولا على السيزون اللي فات؟ على اول مره السيزون الاولاني خالص اللي احنا كنا قاعدين فيه على بتاع ده. بص السيزون اللي احنا عملناه في الاول كان في مجهود، احنا كنا بنصور بكاميرتين فاهمني. كان احنا بنصور لاندسكيب مش بنصور فيرتيكال، فكان في مساحه لازم نملاها ديكور ولازم ننور الكلام ده كله. يعني الناس اللي بتتفرج يعني ملمه شويه بالتصوير هتعرف ان كل ما المساحه كبرت كل ما الموضوع بقى صعب، كل ما عدد اللمبات في اللوكيشن زاد، كل ما الموضوع كبر صعب، كل ما الموضوع بقى رهيب. يعني كان عندنا اكتر من كادر، كان في نيش فيه مرايات، فبقى الموضوع كان كارثي. انا طلعت في المرايه مره واحنا بنصور. فلو انت بتتكلم على السيزون اللي فات، اكثر حلقه كانت العزيف كان فيها سكتش درامي. كان في مجهود شويه عامه. هو كل حلقه كان ليها سكتش في الاول ايام ما كنا في الشارع القديم بالظبط. فغير اللي حصل ساعه تصوير حلقه العزيف يعني ساعه تصوير حلقه العزيف واحنا بنصور الفيس ديتكت، او يعني اللي هو تتبع الوجه في الكاميرا، اللي في الكاميرا شايف وش مش شايفينه. في وسط التصوير مره واحده بقى شايف وش مش شايفينه وبيتحرك معاه. غير الاصوات بقى اللي كانت بتطلع، سواء اصوات من ابو جزره اللي كان نايم او اصوات من اللي احنا مش عارفين الاصوات دي مصدرها ايه. درجه الحراره مره واحده زادت جدا واحنا كنا في شتاء. انت كنت في شتاء ولابس بكم ولابس روب تحتيه، انا مره واحده كنت في حاسس بصهد مش طبيعي. ضربات قلبي زادت جدا، ما كنتش انا كانت جسمي كله كان بيتنفض، ما كنتش عارف في ايه. متهيألي لما احنا كبرنا وفهمنا الموضوع وتعمقنا في المجال ده عرفنا ساعتها كان في ايه. احنا فهمنا بقى ساعتها كان في إيه. خلي بالك احنا كنا ساعتها لسه متخرجين، بنحب افلام الرعب وبنحب الكلام ده، فانا حابب ان انا اعمل حاجه رعب فاهمني، وانت حابب فكره ان انت تبقى قدام الكاميرا وتبقى بتتكلم وبتقدم محتوى. حتى ايام الكليه كنت بتشارك في مشاريع كتير اصلا من بتوع التخرج. فلو احنا كنا بنعمل الحاجه اللي احنا بنحبها، بس ما كناش تعمقنا قوي، ما كناش عارفين ازاي نحمي نفسنا شويه، ما كناش عارفين لما حاجه زي دي تحصل ازاي نتعامل معاها. ماشي، احنا كنا ورقه هشه بالنسبه لهم يعني. بالظبط. انت هش فشخ بقى، اللي هو انت لعبه ان انت تسليه، انت جاي تتكلم عني، بيتكلموا عني وبتاع وجايبين سيرتي، فتعالوا بقى نشوف الموضوع على ايه. واحنا ما كانش في دماغنا اساسا ان مجرد كلامنا عن العالم ده هيخلينا نحتك بيه. بالظبط. وبرده خلي بالك يعني السيزون الاول ما كانش فيه غير حلقه العزيف هي اللي ممكن تحتك بالعالم الثاني، لان انت عندك الحلقات كلها ايه؟ عندك النداهه، الشده المستنصريه، تمام، وزور اريحه. فانت الثلاثه دول اساسا يعتبر تاريخيين، مش رعب او حاجه بتتكلم عن الميثولوجيا بشكل صريح. انت مش بتتكلم عن رعب، ما اتكلمتش عن العالم الاخر بجنيه خالص فاهمني. في العزيف هو احنا اول ما قلنا اسامي الفصول باسماء الشياطين اللي كانت موجوده في الكتاب، لا ابتدى يحصل كوارث، والكاميرا فصلت كذا مره. تشوف وشوش احنا الموضوع كان الاول ابتدى يقلب معانا بتوتر. دلوقتي الموضوع لما بيحصل معانا بيبقى ضحك. خلاص، ما احنا هنقول بعد كده بقى اللي حصل في حلقه شمس المعارف. بص انا عندي مشكله مع ناس كتير بتتابعني، وخصوصا في حلقات شمس المعارف. احنا نوهنا كذا مره، يعني انا كنت مركز معاك. انا يعني عدنان لما احنا كنا بنحضر السكريبت، انا اصلا قلت له لازم نحط تنبيه في اول الحلقه وفي اخر الحلقه. في نص الحلقه انا قررت التنبيه عليك مرتين، يعني التنبيه اتقال في الحلقه 4 مرات عشان الناس ما تدورش، لان الموضوع فعلا مرهق جدا. عدنان وهو بيكتب السكريبت اصلا يعني حصل له مواقف غريبه، واحنا بنصور حصل لنا مواقف غريبه، ساعه المونتاج حصل لنا مواقف غريبه، وانا بمنتج في البيت الموضوع حصل معاه مواقف غريبه. خصوصا يعني انا عارف ان سلطان قبل كده تمام كان بيحصل معاه كوارث. الحلقه دي كان سلطان ساعتها عنده ظروف، فاضطريت ان انا اللي استلم كام حلقه من الحلقات امنتجهم. لا الموضوع سخيف في كل البروسيس. انت مجرد ما الكلام نفسه بيشتغل
لا بيحصل كوارث. وانت لو مش عارف ان انت المفروض ان انت تتعامل مع الموضوع ده على ان ما تدلوش اهتمام، ما تركزش. تمام، انت كده كده احتكيت بالعالم بتاعهم، فانت هيحصل لك حاجات. ده لازم. احنا ما كناش نعرف كده قبل كده يعني، بس الفكره بقى في لازم الناس اللي في الكومنتس بقى اللي بتتعامل مع الموضوع على انه مجله ميكي. ده استنى، ده غير كومنتس كمان، ده غير الرسائل اللي بتجيلنا، اللي هو يعني عارف اللي هو احنا منوهين اكتر من مره ما حدش يدور على الكتاب، فالناس دخلت تسالنا احنا على الكتاب. ده غير بس كمان مش اللي سال، ده غير اللي بيسال اصل الكتاب ده كان مع عمي، اصل عمي عمل بيه ايه، غير اللي بيحصل في اللايف وغير الحكايات. يعني لو انت عندك شخص بيحكي تجربته الشخصيه في اللايف، في عندك واحد سمع عن تجربه او حصل لحد صاحبه تجربه. لا بص، بعيدا عن التجارب، تمام، انا في شخص استفزني فشخ في الحلقه بتاعت العزيز، في الحلقه بتاعت شمس المعارف. انهي واحد؟ تمام، في شخص دخل يبيع الكتاب، قال انا عندي الكتاب اللي عايز يشتريه، فاهم؟ والله قصدي انا ما شفتش الكومنت ده، ما شفتوش والله. انا اللي دخلت رديت عليه عامه يعني، بس هو لقيت مره واحده واحد داخل، انا قاعد بصيح مع الناس في الكومنتس، يا جدعان ما حدش يدور على الكتاب يعني، ما احنا مش هوا بنتكلم، احنا نبهنا، واكيد مش بننوه ان ما حدش يدور على الكتاب رخامه مننا. احنا بنقول لاسباب معينه. معظم الكتب اللي موجوده في المكاتب وفي الكلام دي مضروبه، ما فيهاش حاجه، تمام. لكن فكره ان انت تدور هتخبط في حاجه، هتخبط في حاجه. في اوراق موجوده على النت، اوراق من الكتاب موجوده على النت، تمام. وفي مكاتب معينه من اللي هي سور الازبكيه والكلام ده موجود، في اوراق سليمه اتلقت من الكتاب. ماشي، انا الله اعلم الكتاب الاصلي لسه سليم بحالته ولا لا. هو فين اصلا؟ لا اصل خلي بالك، في كتاب معين، ماشي، الكتاب ده كان نسخه اصليه كانت مكتوبه بخط ايد، والكتاب ده اللي اتبقى منه صفحات، اوكي، مش الكتاب كامل، بقى من صفحات اللي كان كاتبها الحضرة بايده، مش الحضرة اللي كان كاتبها البوني بايده. الله اعلم بقى دي كانت نسخه اصليه ولا يعني كانت كوبي، بس كوبي مكتوب فعلا بالشكل الحرفي زي ما الكتاب مكتوب، ولا هي الكتاب الاصلي بتاع البوني بس باقي منه ورق. فالورق ده ممكن تلاقيه، ممكن تخبط فيه على النت، على الكلام ده. في ناس منها اللي عامله سكان للكلام ده ومنزلها على النت. ف يعني الناس اللي بتخش في اوقات معينه وفي حاجات كتير تهزر وتقول على الموضوع ان هو عادي وان انا احتكيت. في ناس بتخش تفرح ان هي احتكت بالجن حبيبي. في ناس سعيده فشخ ان هي حبيبي انت عامل ايه يا حبيبي؟ لا كتير مش حبيبه بس يعني حبيبه. عندك في ناس بدون ذكر اسماء كان سعيد ان هو ليه علاقات بالجن العاشق. تمام، بدون ذكر اسماء يعني. في والله في عندك ناس تانية الموضوع وصل معاه لحته غريبه قوي، مش عارف هم بيهزروا ولا بيتكلموا بجد. بيقولوا هو انا ازاي يبقى ليا علاقه بالجن؟ ازاي؟ في بنت دخلت سالت ازاي ارتبط بواحد من الجن او ازاي اعمل علاقه مع جن. انا فاكرها. لا انت يعني انت هل لو انت مثلا يعني احنا هنحط تيت، فاهمني؟ لو انت عايزه ماشي تعملي علاقه عامه، سبتي البشر كلهم وقررتي ان انت تخشي العالم الاخر، يعني انت خلاص خلصتي، انت جربتي البني ادمين كلهم، فقررتي ان انت عايزه تخشي على الجن بقى. انا عايز اشوف دول بيعملوا ايه. يعني اقول لك حاجه، واحنا في حلقه شمس المعارف، واحنا بنستف الورق وبنحضر السكريبت وبنظبط الدنيا، مره واحده لقيت عدنان داخل عليا الاوضه بيقول لي بص هو في حاجه على الحيطه، يعني في ظل كبير. عارف انت الواد صاحب الظل الطويل كان موجود عندنا في الشقه، في تعبان بلدي على كتفك بس لا طب ايه ده يعني؟ عادي انا اتعامل، ممكن يكون حاجه من الاضاءه، ممكن يكون بسبب السهر والتعب والكلام ده. هو اول سبب بالنسبه لنا احنا مرهقين، احنا بنصور اوقات حلقات شهر كامل في يوم، تمام، بسبب ظروف ماديه ان احنا يعني احنا كده كده البرنامج ده احنا لسه ما بنصرفش على نفسه، فاحنا بنصرف كلنا على البرنامج، فبنحاول ان احنا نقلل التكلفه علينا على قد ما نقدر. الفكره ان بعد ما ابتدينا نصور الحلقه وانا قاعد برمي بعيني في كرسي اللي هو في اخر الطرقه اللي ورايا دي، كان في كرسي ببص لقيت فعلا في حاجه بنفس الوصف اللي عدنان كان بيقوله، قاعد على الكرسي وبتبص لنا. ما ركزتش معاهم؟ انا مره واحده طبعا، بص ما احنا الموضوع حصل لنا على مدار الحلقات،
ماشي، ان احنا بيحصل لنا حاجات غريبه، اوقات الكهرباء تقطع، اوقات الكاميرا تهيس، فاهمني، اوقات حاجات تتحرك. خالد كان قاعد جوه في مره واحده الشنطه راحت ماشيه لوحدها. ما هو الفكره مش بتعمل خالد قلبه ضعيف. خالد قلبه ضعيف عشان احتك بالعالم ده كتير. على فكره فحصل له مشاكل كتير. فهو مش فكره قلبه ضعيف اكتر من ان هو جاله تروما من الموضوع، يعني هو خلاص يعني عارف اللي هو بكفايه. تقدر توصف لي الشكل اللي كان قاعد فاكر شكله عامل ازاي؟ والله بص، هو انت عارف ان الحاجات دي بتبقى مبهمه شويه. انا مش عارف انت شفت حاجه. انا شفت كذا مره. انا شفت على اشكال حيوانات، ما شفتش حاجه معينه بشكل. لا انا شفت كذا مره، يعني ممكن في مره انا كنت دخلت اصلا كتبت كومنت سالت ابو ريان على حاجه، لان انا كان حصل لي في فتره من الفترات مشاكل بسبب الموضوع ده. كان معمول لي حاجه والجو ده، وانا كنت بستهبل بصراحه. يعني انا كنت بكابر في الموضوع ده، ما كنتش فكره ان انا اتعالج وان حد يجي يقرا عليا قران والجو ده. انا ما كنتش مش فكره مش بامن بالسحر، بس مش بامن ان انا الشخص ده هيجي هو اللي يساعدني، يعني فاهمني، ان هو ان لا الموضوع بايدي انا اللي هقدر ان انا اصرف الموضوع ده. فكنت بكابر فتره كبيره. اوكي. فالشخص اللي كان قاعد ده كان حاجه سودة ضخمه فشخ، بس ضخمه طول تمام، ومش باين غير عينين سودة. عينين يعني اللي هو باين عينين لونها ابيض وكل حاجه، بس الحلقه سودة كلها. الحلقه كلها سودة. وبتبص لنا. بتبص لنا احنا كلنا. ما ركزتش انت بقى. مركزه معايا، ما انا اللي بصيت، فاهمني. عارف انت اللي بتتكلم، انت السبب في ان البرنامج ده بيحصل، فانا مركز معاك انت. فهي كانت على الحيطه في الاول لما عدنان دخل، ونفس الوصف اللي هو قاله واحنا قاعدين بنصور الحلقات. شفنا حتى ساعتها هتلاقي خالد واحنا بنصور الحلقات استاذن مره واحده. انا قال لك انا عايز اجيب فينو. اروح اجيب فينو لابويا. مش اجيب فينو لابويا. ولما قعدنا سلطان برضو كان قاعد بيضحك، فاهمني. سلطان كان قاعد بيضحك، فانا اكتشفت ان احنا واخدين بالنا. انا بصيت لعدنان وقعدت اضحك. عدنان قرا ان في حاجه، فهو قاعد كل شويه اللي ما تبصلوش، فاهمني. يعني ما تبصلوش، وعدنان ما بصش هناك، فاهمني. خلاص بقى، ما احنا مركزين في الحلقه، فما تبصلوش بقى. اكيد انا مش بضحك على الفاضي. والموضوع كمل عادي. وانا في مونتاج الحلقات، يعني هو مراتي هتبقى بتسمع الموضوع ده لاول مره، يعني ربنا يستر. وانا بمنتج الحلقات انا كنت قاعد سامع حد بينادي عليا في البيت. في حد كان بينادي عليا. كنت لوحدك في البيت؟ ايه؟ كنت لوحدك؟ مراتي كانت نايمه وانا قاعد بره في الصاله. هي ما سمعتش حاجه طبعا، وهي في الاوضه جوه. انا سامع حد ورايا بيناديني. لا، وانا لابس السماعه، يعني انا لابس ما حاولتش تشوف ايميل ده عليك؟ لابس السماعه. لا، انا ببص في الحاجات دي. انا بيح في الحاجات دي شويه، او قلبي جامد شويه في الحاجات دي. او انا مش فكره قلبي جامد، انا ببقى بارد قوي في الحاجات دي. يعني انا في المصايب ببقى بارد. الفكره بقى اللي انا عايز دايما اقوله، وانت كمان قلته، يا جماعه ما تركزوش في الموضوع ده. ابوس ايديكم، ما بيحصل حاجه. ما تركزش، ولو هتركز ما تخافش، وفي نفس الوقت ما تتبجحش. يعني مش كده، ما تخشش تحدي، لان التحدي معاهم مش لطيف عن تجربه. ما هو ده الموضوع كبير. الفكره ان احنا بيجي لنا كذا حاجه. انا بيحصل لي 1 2 3. يعني جيلان واحده من الناس، ما اعرفش انت شفتها في اللايف ولا لا؟ شفتها في اللايف. هي البنت من ساعه ما سابوا شقتهم وقعدوا في شقه وسط البلد، هم غالبا هي جنب عماره الايموبيليا، هي حرفيا من سكان وسط البلد. تقول دايما وهي نايمه كده بتبقى ايديها، يعني عايز اوصف لك، بيبقى ايديها عامله كده على السرير، بتلاقي حد رفع ايديها وخبطها في السرير وتاقلمت مع الوضع. طب يا بنتي شوفي حل، تصرفي. ما خلي بالك الموضوع ده اصلا في نوع من الامراض اصلا العصبيه بيخلي جسمك يتحرك لوحده. بيلي ايليش نفسها عندها المرض ده. انا ممكن قلت كده، بس لما جت قالت لي ان الشقه دي كانت بتاعت جدها، وفي اختلاف في روايتين في موته، ابتديت هنا اشك. ده كان ساحر، يا اما ساحر يا اما كان بيعمل حاجه. يعني الروايه الاولانيه ان هو مات في مستشفى موت طبيعيه، والروايه الثانيه ان هو مات موته غريب. واصرارها ان والدها يبقى بيقول لها ما تقلقيش انا خلصت كل حاجه، لا كده في حاجه. والارق اللي هي بتنام فيه، يعني اليوم كله ممكن تنام فيه ساعتين برضه ستيل في حاجه. يعني انا عادي ممكن تكون شغاله في سوق الميديا برضه، يعني يا ريت. يعني قلنا بشتغل في سوق الميديا بالنسبه لنا صعب. طيب ايه اكتر حلقه تاني؟ يعني بص خلينا نتكلم عن حلقه اشهر، حلقه ليلى مراد، اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هي ازاي وصل للرقم ده. بسبب الخناقه، بسبب الناس دخلت تشتمنا غالبا. لا، حامد ادم كانت خناقتها اكبر. احنا اتشتمنا كتير. حامد ادم كانت خناقتها اكبر على الانستجرام. بس الفكره يعني احنا لحد اللحظه دي بنحاول نقعد على الانسايتس بتاعت الحلقه مش فاهمين اللي بيحصل. عادي يعني. بص يعني ممكن انا شخص زي ما قلت لك انا بجح شويه، فاهمني.
جو شافعي صوفي مش عارف ايه الكلام ده، انا ما بياكلش معايا الكلام ده. وتهاجمنا على فكره على انستجرام كتير. لا مش فكره كلام، ما بياكلش معايا الكلام ده والله العظيم. بص احنا كلنا بنعبد ربنا فاهمني، نفس يعني احنا بنعبد نفس الاله فاهمني. انت ما بتعبدش مثلا قرص العجوه ولا بعبد ورق العنب فاهمني. كلنا نفس الديانه، كلنا مسلمين، كلنا موحدين بالله ماشي. صوفي بقى، انت سني، انت شيعي، انت مش عارف ايه، ما بره عني تمام. وانا لو يعني انا ما غلطتش، الراجل هو اللي قال، واحنا بنحضر السكريبت هو سمعنا اللقاءات بتاعت الراجل، هو قال ان هو كانوا جماعه متصوفين وان الشيخ بتاعه كان متبع الطريقه الصوفيه تمام. انت بقى جوز خالتك صوفي ولا مش عارف مين قريبك صوفي، كان في واحد صوفي بيطبطب عليك وانت صغير وخليها بيطبطب عليك تمام، فانت محروق من جوه عشان جبنا سيره الصوفيين. يا عم اولع يا عم، في عندك زرار بلوك دوس عليه. لكن الفكره انا بحكي الروايه على لسان الراوي، ما تجيش تحاسبني عليها بالظبط زي الناس بتوع ليلى مراد. انا حكيت يعني اللي حكى في الحلقه، اللي حكاه خالد الحجر. خالد الحجر طلع مع عمرو سعد، كان عمرو الليثي في لقاء وحكى الكلام اللي احنا قلناه. قال ان هو كان في الشقه بتاعه الايموبيليا وعمل وحصل وان جاله زكي فطين وعمل، حكى اللي احنا قلناه. وزكي نفسه حكى الموضوع تمام. زكي حكى الموضوع، بس زكي قال ان هي ماتت في بتاعه جاردن سيتي تمام. بس كده واضح ان في كيان قال ان الايموبيليا فيها حاجه. فانت جاي سايب الحلقه كلها وجاي تقول لي على فكره ليلى مراد ماتت في جاردن سيتي مش في الايموبيليا. انا راجل بقدم يعني، او تعالى نتكلم، احنا البرنامج بتاعنا محتوى ترفيهي ماشي. محتوى ترفيهي ده معناه ان الغرض من الحلقه ان انت تخش احنا محتوى ترفيهي رعب، فانت الغرض من الحلقه ان انت تخش تتفرج على حلقه فيها سسبنس او فيها رعب، تستمتع بالحلقه. بس انا ما طلبتش رايك، وانا ما طلبتش انك تثير لي الجدل بجد والله. يعني انا للامانه ما طلبتش راي الجمهور هل اللي انا بقوله ده صح ولا لا، لان انا اصلا وانا بتكلم ما قلتش ان الروايه دي صحيحه. وما طلبناش، انا ما طلبتش منك تبرر لي ولا تعرفني معلومات يجيبها منين. ماشي، انت داخل تقول لي ليلى مراد ماتت في جاردن سيتي تمام، ما تخشش بقى تهزقني فاهمني، ما تحسسنيش ان انا غلطت في ليلى مراد رضي الله عنها. ما هي دي الفكره ماشي. الموضوع كبير. انت عارف الحوار ده واجهناه برضو في حلقه ذكرى، بس حلقه ذكرى كان اقل شويه. حلقه ذكرى في ناس كانت داخله تسال اسئله منطقيه كتير يعني فاهمني. اسئله منطقيه بالنسبه لي انا عامه، اللي هو مين كان بيعد الطلقات وليه يعني ليه 36 طلقه واحنا كنا قايلين 36 طلقه تقريبا ماشي. ويعني خزنه الآلة عامه فيها 30 فاهمني. فهو كان بيضرب ايه. ففي اسئله يعني عارف، لا في اسئله قابله للنقاش فاهمني، وبتسمح بالهزار فاهمني، بتسمح ان احنا نخش نهزر مع بعض ونضحك مع بعض والكلام ده. زي مثلا اللي هو الافيه بتاع انت ليه لابس نظاره شمس، خلي بالك انا هتلاقيني كل سيزون ببليك بحاجه لان السيزون اللي فات بليتك بالشبشب الاحمر والسيزون ده بليك بالنضاره في الضلمه. الشبشب ده كان تحفه، انا كان نفسي ارجعه تاني والله العظيم. بس فالموضوع في حاجات معينه بتقبل النقاش ماشي، وفي اسلوب للنقاش. انت ما تخشش تقول عليا ان انا جاهل وامي ولا افقه شيء وان انا غلطت في الثوابت والكلام ده عشان انا قلت ان ليلى مراد ماتت في الايموبيليا، او ما قلت انا قلت فضلت قاعده فيها لحد اخر عمرها ماشي. وشقه ليلى مراد فعلا، شقه الايموبيليا فضلت فعلا بتاعت ليلى مراد لحد اخر عمرها. يعني انا لو عايز اهرب اصلا من الموضوع فاقول هي فضلت الشقه بتاعتها لحد اخر عمرها. انت مش عارفك هي راحت الشقه ولا ما راحتش بالظبط فاهمني. فهي فضلت بتاعتها لحد اخر عمرها. هل هي ماتت في جاردن سيتي؟ هي ماتت في جاردن سيتي تمام. لكن انا كانت القصه بتاعتي عماره الايموبيليا اللي خالد الحجر حكى فيها ان هو حصل 1 2 3 وبعدها راح عامل الفيلم بتاع الايموبيليا. والست الامريكيه اللي طلعت مع منى الشاذلي وقالت لا، الست الامريكيه اللي طلعت مع منى الشاذلي كانت بتتكلم على شقه جاردن سيتي مش على شقه ايوه. بس هي طلعت اتكلمت قالت ان في حاجات شقه جاردن سيتي يعني حتى شقه جاردن سيتي اصلا فيها مشاكل. وقالت ان هي متضايقه من الاستاذ زكي ان هو ما كانش عنده الامانه الكافيه انه يقول لي مش عارف، انا ما شفتش اللقاء بصراحه. انا قلت في الحلقه بتاعتي بس انا عارف ان هي اتكلمت عن شقه جاردن سيتي ان هي فعلا لما اجرتها
بس انا عندي فضول زي دلوقتي، الفهم. الشقه دلوقتي مصيرها ايه؟ مش عارف، ده زيها زي شقه ذكرى فاهمني. اصل خلي بالك، ما انت ما تعرفش الورثه لما يسمعوا حاجات زي دي بياخدوا الكلام ده بيرجعوا الشقه ولا يعني. شقه ذكرى الدم فضل فيها لحد ما حصل الموقف اللي احنا حكيناه في الحلقه، عشان ما فيش حد قرر ان هو يدخل الشقه تاني. اصل انت لما تكون وارث شقه من حد وعارف ان الحد ده اتقتل ضرب النار، مش تيجي حد الشقه فاهمني، وفي 4 جثث كانوا في الشقه، والله ما هقرب. طب فاكر الرساله جت لنا؟ فالرساله اللي جت من الشخص اللي قال ان هو يعني ابن او بنت يعني اللي عمل عزل الصوت في الشقه بتاعت ذكرى. بس وقال اللي هو ان هو لو بدافع الفضول مش بدافع النشر ممكن ابعت لك حاجه كل شويه. ما بعتلناش. هو ما بعتلناش عشان احنا ننشر كده كده فاهمني. ما انا بصراحه كنت هنشر وكان كنت اعمل حاجه، وفي نفس الوقت انا ما كنتش هكدب عليه يعني فاهمني. الشخص ده انا ما كنتش هكدب عليه، كنت اقول له لا يعني احنا لو هتبعت لنا حاجه ممكن ننشرها او ممكن نتكلم عنها في لايف. فهو كده كده ما كانش هيوافق يعني. وجالي كومنتس من نجار بيقول لي انا اللي عملت الباركيه بتاع الشقه دي وانت راجل افاق وما حصلش حاجه بالكلام. بتاعت ذكرى؟ ليلى مراد. بتاعت ليلى مراد ما ممكن يكون عمل هو جاردن سيتي، ما يكونش هو عمل موبايل. لا ده انا جالي بقى واحد بقى فاسيه قال لي دي قاعده في الزمالك. قاعده في الزمالك؟ ده هم بيعزلوا الست مكان ما هم عايزين وانا مطالب مني. لا بص هقول لك حاجه. في شخص وحيد، واحده ست كبيره ماشي، هي اللي دخلت وعملت النقاش معايا في الكومنتس بكل احترام. هي قالت ان هي كانت جارتها اصلا في شقه جاردن سيتي وهي صغيره، وان ليلى مراد فضلت قاعده اخر ايامها لحد ما ماتت، حتى ساعه زلزال 92 هي عشان كانت قاعده لوحدها فكانت خايفه، فراحت قعدت عندهم في البيت لحد ما الزلزال خلص في جاردن سيتي كل شويه. حتى هي كانت بتدخل تدافع عنها عن الناس اللي بتقول ان هي ماتت كافره والكلام ده. قالت كانت مسلمه وما كانتش المصحف ما كانش بيسيب ايديها في اخر ايامها. حلو يعني احنا بس انا عايز اوضح ان ليلى مراد اصلا زمان كانت يهوديه. ليلى مراد كانت زمان يهوديه وقبل ما تتوفى اسلمت، وزي عمر الشريف نفس الكلام. فاهمني. فلا هي اسلمت وعلى لسان اكتر من حد كان معاها في اخر ايامها. اوكي ده لازم ننوه عنه بس فاهمني. وهم الناس قاموا بالواجب يعني بصراحه. الناس اللي كانت داخله تتكلم تقول يهوديه وغنت الاغنيه ومش عارف ايه والكلام ده، ناس كتير دخلت دفعت عنها. بس ليلى مراد كانت فنانه محترمه وليها احترامها وكل حاجه. بس انا كانت الحدوته بتاعتي ما كانتش عن ليلى مراد، عن شقتها فاهمني. كانت عن شقه الايموبيليا وبطل القصه هو خالد الحجر مش ليلى مراد. انا عايز اوريك حاجه مهمه بخصوص الموضوع بتاع العماره دي. هات كده موبايلي كده عدنان اوريك حاجه. موبايلي فين؟ العماره دي مريبه بشكل انا مش فاهمه. العماره دي سكن فيها فنانين كتير قوي. ما انا هي اسمها عماره الفنانين اصلا في وسط البلد. اللي حصل بقى ايه؟ انا هقول لك الموضوع. هات كده الموبايل عشان اوريك حاجه. بص القهوجي بتاعي هو راجل بيحب الرعب وبتاع. المهم انا كنت في وسط البلد وصورت حاجه عايز ابعتها لك واربط معايا الموضوع ده يا شامي كده، واربطه معايا يا شباب. الموضوع ده مريب جدا. طيب لا 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 انا كنت معاك في موضوع الحلقه ده. العماره دي عاش فيها نجيب الريحاني، ونجيب الريحاني انا ما اعرفش برضو طريقه موته عامله ازاي. محمد فوزي في اخر ايامه اعتقد ان شركته اتأممت وحصل له حوارات برضو، وشوف الموضوع عامل ازاي. عندك ليلى مراد احنا عارفينها، محمد عبد الوهاب عارفينه، اسمهان مدتها برضو ما كانتش حلوه. اسمهان في كذا حد قال اعملوا شقه اسمهان في الكومنتس، واسمهان كانت في نفس العماره. ممكن يا جماعه بصوا دي الشكل اللي بتاعت العماره اهي، الصوره اللي مصورها لي عمر القهوجي، وده اليونسكو حفاظ على التراث. فبالنسبه لي العماره دي عماره الايموبيليا معروفه كده كده في وسط البلد وحصل فيها. بس هو اشهر حادثتين فيها كانت ليلى مراد بتاعت خالد الحجر والخدامه اللي اتقتلت في الخامس دي برضو انا ما عنديش عندها تفاصيل. وده برضو شيء يخليك تفكر اكتر من مره ليه يعني خالد ما سالش، او حتى لو سال ما عرفش يجيب بقى التفاصيل بتاعت الموضوع. اما هو بص والله اعلم، انا مش عارف الاستاذ خالد الحجر لسه حي يرزق ولا توفاه الله فاهمني. بس احنا كناس لينا في مجال صناعه الافلام وصناعه السينما والكلام ده فضلنا بيبقى قتلنا. فانت ما تعرفش هل هو فعلا كان حبا في ليلى مراد كان هيموت على الشقه، ولا هو عشان عارف ان الشقه فيها حاجه
فعايز يحضر لفيلمه الجديد عن طريق ان هو يعيش التجربه نفسها. بس هو في نفسه لو عايز يعمل كده ما كانش قدر او ما كانش طلع يقول ان الشقه فيها اكتر من حاجه. على الاقل لو هو عارف ان الشقه فيها حاجه كان كمل بقى. بص فاهمني، احنا مش ملايكه تمام، وانا مش بتكلم عن استاذ خالد الحجر بذات نفسه، انا بتكلم عننا كبشر وكصناع افلام. انا كشخص ماشي هعمل فيلم جديد رعب، واحنا سوق الرعب عندنا في مصر مش اقوى حاجه. حلو الكلام. فانا رحت عشت في الشقه وخدت من القصه الحقيقيه اللي حصلت في الشقه، الله اعلم هي فعلا اللي حصل ده حصل بجد ولا لا، تمام. ورحت طالع مع اعلامي معروف، اتكلمت عن الموضوع ده وقلت ان انا هعمل فيلم. ماشي اوكي. ماشي. مش هينفع باي شكل من الاشكال ان احنا نتجنب فكره ان ممكن يكون كل ده دعايه للفيلم اللي هينزل. زي فيلم سمايل اللي انتشر فتره كده، الدعايه بتاعته وتلاقي الناس كلها مبتسمه لك في الاستاد وبتاع، وكان الموضوع مرعب طلع فيلم اسمه بالظبط. وزي فيلم ديسمان. فاهمني؟ في ناس في الكومنتس على فكره لقوا الفيلم وقالوا هيبعتوه لي. لا يا ريت والله العظيم، يا ريت الفيلم ده. الله اعلم القصه حقيقيه ولا لا، او الله اعلم مدى الصدق في القصه واصل لحد فين. لكن ما تستبعدش ان الموضوع يكون كله نوع من انواع الدعايه للفيلم. المشكله ان موضوع الافلام ده عمل في مصر واحده من اكبر الكوارث اللي اتعمل في فيلم عادل ينتقم. الفلكي. ماشي. بص على ما اظن دي غلطه المخرج مش غلطه الفلكي. خد بالك برضو، ما هو المخرج مش يعني دي غلطه المخرج. انا مش فاكر ياسين اسماعيل ياسين. كان هو المخرج. انا على ما اظن دي غلطه ياسين اسماعيل ياسين. ماشي، بس هو عايز اقول لك حاجه. تمام. فنانين كتير وناس كتير شاركوا في العمل قالوا ان حصل كوارث ساعه المشهد ده بالذات. فانت عرفت ان الشخص ده بيعمل حاجه غلط، ما تعرضهاش. ايوه بس خد بالك، لو انت مش بتجري ورا البروباجندا تمام، وان انت تثير جدل ومش عارف ايه، وما نشوف ايه اللي هيحصل عشان عشان الفيلم يسمع ويحصل بلاوي والكلام ده كله، مش عارضها. ما هو ممكن يكون يتعامل بمنطقيه يا هشام، ان يا عم صباح الفل احنا مش هنيجي ورا كل حاجه. ما هو الراجل بيتعامل بتعويذ بقى وسحر وبتاع. مفيش حاجه اسمها صباح الفل. انت في اللوكيشن تمام. المصورين ندهوا على ياسين اسماعيل ياسين وقالوا له في خيالات، وغيروا الفيلم اكتر من مره. ايه يا عم اللي يخليني اقول ان في خيالات؟ يا عم رجاله مرهقه. فاهمني؟ ظهروا في الكاميرا رجاله مرهقه تمام، والناس كلها يعني اشادت بالموضوع ده. في حاجات كتير حصلت مع الكرو كله ومع الفنانين، فانت عارف ان في كوارث حصلت في الفيلم وانت جبت دجال حقيقي. فاهمني؟ هو طلب منه ما يقولش حاجه حقيقيه، وانا هعرف منين؟ انت رايح جايب دجال يا عم، ما تجيب الفنانين خلصوا من البلد. لا ما هو ساعتها ما كانش بيتقال عليه فنان يا شباب. خد بالك الراجل ده معالج روحاني ومشهور في مصر، ما انت عارف ده في شقته. ماشي يا عم، طيب هو معالج روحاني ده ما كانش معالج روحاني، ده كان دجال اللي هو في شقته. ده اللي عرفناه بعدين، لكن ساعتها مش هنعرف نقول على الراجل ده كده. طيب ماشي، انت ليه تجيب شخص حقيقي محتك بالعالم ده تخليه يشارك في الفيلم يا عم؟ ما تجيب فنان يعني وتخليه يعمل الدور. مش هيبقى بنفس ما انت راجل بتاع سينما وعارف، مش هيبقى نفس الافكت على الناس والتاثير غير لما اجيب واحد حقيقي. مش مقتنع صراحه. وهو عمل كارثه عموما. انا اللي يعمل فعل يستحمل رد الفعل. انت رحت جبت شخص محتك بالعالم ده حقيقي وطلبت منه ان هو يقول تعويذه في الفيلم بتاعك، تمام؟ اكيد مش هيغني طلع البدر علينا يعني. فاهمني؟ هو هيقول لك كارثه، هيعمل لك كارثه في الفيلم. وده اللي حصل. فاهمني؟ اصل بص، هو ما كانش معالج روحاني. الفلكي كان معروف عنه ان هو راجل بتاع اعمال. مفيش واحد معالج روحاني بتاع اعمال. ماشي. كان الفنانين كانوا مسمينه اصلا بتاع ده دجال الفنانين. بسبب النوت اللي هو في شقته. فاهمني؟ بسبب الفنانين اللي كانوا بيروحوا له المعروفين جدا، وبسبب كميه الشخصيات المعروفه اللي كانت بتروح له ولسه عايشين لحد دلوقتي والكلام ده. فلا يا عم، ده هو راجل كان معروف كويس قوي. فانت رايح جايب واحد شمال يطلع في الفيلم. قابل بقى بالظبط، قابل. انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده ما تستغربش. بس وانت ابتليت الناس. فهو لا، لو هنتكلم على مين يشيل الذنب ومين اللي يتحمل ياسين اسماعيل ياسين.
الكلام ده كله ياسين اسماعيل ياسين. عايز تفهمني ان ياسين اسماعيل ياسين ما اتفرجش على النسخه الاولى من الفيلم قبل ما تتحط في دار العرض؟ اكيد اتفرج. اكيد لا. اكيد اتفرج. عايز بقى تقول لي ان التعويذه دي لما اتقالت ما حصلش حاجه وهم بيتفرجوا؟ ما حصلش حاجه؟ اكيد شافه، بس اسماعيل ياسين نفسه محدش شافه فين، او ياسين اسماعيل ياسين نفسه فين يعني او عمل ايه او ايه اللي حصل له. ما اعرفش. لكن كل المعلومات اللي عندي يمكن احنا هندور تاني ان معظم السينمات ولعت. مش معظم السينمات، هو دار عرض واحد. دار عرض واحد. دار عرض واحد. والناس اللي دار عرض واحد، وحصل مشكله على الموضوع ده، وهو دار عرض واحد، وبعد كده رفعوا الفيلم من السينمات في يومها. لما عرفوا الموضوع بقى في يومها صدر قرار برفع الفيلم من السينمات والغاء العرض لحد ما عملوا تعديل على على المشهد ده ونزلوه تاني. بس لكن هو ما فضلش ولا في اكتر من دار عرض ولعت ولا الكلام ده. هو دار عرض واحده هي اللي حصل فيها مشاكل. تمام. كان حصل فيها ان في اكتر من شخص حصل له تشنجات والكلام ده كله، وفي ناس تخيلت نار الكلام ده. ودار العرض ما ولعتش ولا حاجه، بس في ناس حصل لها مشاكل. بس فهو من ساعتها عرفوا ان التعزيمه دي حقيقيه ومنعوا. انا عايز اعرف مين اللي اكتشف الموضوع ده. الموضوع هيصير فضولي، لان انا متاكد ان الشخص اللي اكتشف الموضوع ده وعنده معلومات كتيره قوي عن الموضوع ده. بص لا يعني ما هو اللي اكتشف الموضوع ده، اصل انت مره واحده في العرض الاول للفيلم انت في ناس حصل لها تشنجات، في ناس كانت شايفه نار قالت لك السينما بتولع، وفي ناس اترمت على الارض وابتدت تعمل تصرفات غريبه. فانت وش يعني اللي هو لا كده في حاجه غلط. اكيد استعنت بشخص متخصص فرجته على الفيلم قال لك لا العزيمه اللي بتقال دي حقيقيه. بس فما اظنش يعني ان هم عن الهوا يعني كده عرفوا ان المشكله في الحته دي. فاكر اللي لقوا في شقته لما مات؟ لقوا ايه؟ فلقوا دم حد، ولقوا بتاع ده ورق غريب مكتوب عليه طلاسم ومكتوب عليه حاجات وإقلام ولبن. لقوا لبن كتير، لقوا جراكن لبن، لقوا جراكن لبن وجراكن دم حيط. كان عنده فتش غريب قوي. ولقوا فيه بقعه سوداء فوق جثته بتنقط سائل اسود. بس هو انا عارف ان الراجل ده لما عرفت كان قوي لدرجه انه كان بيعمل اعمال للجن شخصيا. فواحد بالقدره دي انه يتقلب عليه كده يبدو انه عمل كارثه مش طبيعيه. هو كل الفكره انت لما تحس ان انت خلاص مفيش اقوى منك وان انت جامد فشخ والجو ده، لا لازم تاخد على وشك يعني. طيب قعدنا فتره كده بكح يا ابني استنى. قعدنا فتره كده في ديبيت مش فاهمينه حوالين لعنه الفراعنه. حلقه لعنه الفراعنه اللي انا سمعت فيها الشخص اللي بيندهش. عامه ايه بقى الحوار ده؟ بص لعنه الفراعنه انا مش يعني مش عارف هي حقيقيه ولا لا. تمام. لكن بيحصل كوارث في الموضوع ده. في ناس كتير بتقول ان المقابر والكلام ده كله بسبب الناس ان بيكون فيها بكتيريا وبتكون مقفول بقالها فتره فالهواء اللي فيها فاسد، فعشان كده اللي بينزل المقبره بيموت. عايز تفهمني ان هو على مدار الفتره دي كلها هم ما عرفوش فما لبسوش اقنعه يعني تحميهم من الغاز ده، ما دخلوش بانابيب اكسجين؟ ده سؤال. فاهمني؟ ما سابوش المقبره تتهوى شويه لحد ما تفك وبعد كده طب ليه الناس اللي بتبقى بره بيحصل لها كوارث؟ ليه كل اللي بيشارك في عمليه زي دي؟ يعني الحلقه بتاعت توت عنخ امون برضه لسه لحد دلوقتي الناس بتعترض، الناس مش فاهماها ويقول لك ايه مثلا لعنه الفراعنه دي حاجه مالهاش لازمه. ودخلنا في ديبيت تاني من هاورد كارتر، ده حرامي، ده مش عارف ايه. انا مالي يا عم القصه دي؟ ما هوارد كارتر حرامي يعني. هو حرامي ما عنديش مشكله، بس انا يعني انا مش بجايب لك السيره الذاتيه لهاورد كارتر. مش عارف يا جماعه. وهيمو نفسها قالت لنا من 90% من اكتشافاتكم او الحضاره المصريه بما انها غير مصريه اجانب. قلت لها يعني متهيألي علم المصريين. لا بص هي ما بتبقاش اجانب. خلي بالك، لا اكتشاف الحضارات المصريه عمرها ما كانت اجانب. دايما بيبقوا ناس من اهل المنطقه. اقصد على بيجي يقفوا على الحفريات من الصعيد من الكلام ده كله. الناس اللي بيكتشفوا المقابر والكلام ده بيبقى شخص لقى حاجه، فاهمني؟
وساعتها بقى هم لما بيتواصلوا لجان البحث بتيجي بقى تنقب فتقول لك احنا اكتشفنا. ما انا فاهم، بس معظم اللي بيجوا عشان الايجيبتولوجي او علم المصريات بيجوا معظمهم، او البعثات اللي بتيجي تبقى اجانب. دي مشكلتك بقى، دي مشكلتك دي مشكله البلد بتاعتك. مين اللي اكتشف حجر شامبليون؟ حجر رشيد شامبليون فرنساوي. خلاص انسبته ليه بقى حجر شامبليون يا عم. ماشي. حجر رشيد كان فرنساوي، توت عنخ امون كان انجليزي اعتقد. يعني انا هقول لك على حاجه، قريت مقاله وانا مش عارف ان ده صح ولا غلط، بس بخصوص راس نفرتيتي وصححوا لي معلومه يا جماعه. يقال ان ايام جمال عبد الناصر كان مسموح بخروج القطع الاثريه اللي هي معموله من الجير مش من الرخام او الجرانيت، فبالتالي خروج الراس دي كانت مستوفيه الشروط انها تطلع من مصر، وهي دلوقتي في متحف برلين، فهي موجوده ومتحافظ عليها. احنا عندنا كام قطعه اثريه بره مصر؟ كتير جدا. كتير. هل ده طبيعي؟ نابليون سنه كام قطعه اثريه؟ الاحتلال سنه كام قطعه اثريه؟ هاورد كارتر نفسه سنه كام قطعه اثريه؟ كتير جدا. يعني لولا ان احنا وقفنا على اغلى قطعه اثريه في العالم اللي هي قناع توت، كان زمانها متاخده منك وانت قاعد بتقول ويلي ويلي ويلي. بالظبط. حلو. فانا هفضل مقتنع ان الناس دي عشان يحموا نفسهم ومقابرهم اكيد كانوا يدافعوا عنها باستماته، بجن بقى، بعفاريت، بطلاسم، برصد. لو هي اللعنه فعلا مش موجوده، قول لي ليه لازم تجيب دجال او شيخ؟ يعني مش عايز اقول شيخ في المقابر، قول لي بقى الموضوع لازم تجيب شيخ. ليه؟ لازم تجيب شيخ يفك الرصد اللي موجود. طيب يبقى ازاي يجي واحد يقول لي اللعنه دي مش حقيقيه بقى؟ انت لو انت بطل كده وجامد انزل يا باشا التربه لوحدك، ده لو عرفت اصلا تلاقي الباب. يعني اقول لك حاجه، انا في عندي حد في صله قرابه بيني وبينه. الراجل ده كان يعني شغال حاجه زي سمسار، تمام. حد عنده اكتشف مقبره، عايز حد يشتري ويخلص الكلام ده، فاهمني، يقوم موصله، فالتاني عنده علاقات بره وياخد نسبته. ماشي. وانا حضرت معاه مره يعني حاجه زي دي، فتح كانت في الفيوم. ايه اللي حصل بقى؟ ماشي. هو بيجي شيخ، الشيخ بيخش لوحده تحت، بينزل لوحده تحت، وبيقوم طالع يقول اتفضل. ايه اللي حصل؟ محدش عارف. تمام. بس وهو تحت، انت اول ما الراجل بينزل يعني عد مثلا 30 40 ثانيه بتبتدي تحس كأن روحك بتتقبض. اللي فوق اللي حوالين المقبره كلهم. بس انا ما دخلتش المقبره، انا وقفت على الباب. كنت طفل يعني، او مش طفل يعني، كنت شاب صغير. الشخص ده عامه يعني اللي هو قريبي، ده كان طبعا معاه ثروته كبيره جدا، ثروته كلها راحت مره واحده، هو نفسه مش عارف ازاي. كان عنده 3 مشاريع، ال3 مشاريع فشلوا فشل ذريع. هم كانوا شغالين اصلا؟ كانوا شغالين. اتقلب بالعربيه. اتسجن في قضيه ظلم، يعني هو مش عامل اتسجن يعني. شوف هو عمل حاجات وحشه كتير جدا، اتسجن ظلم، واتسجن بقى في حاجه ثانيه، وفي نفس الوقت جاله كانسر. جاله كانسر في المخ. وابتدى بقى علاج كيماوي، وابتدى مش عارف ايه والكلام ده. وحاليا الشخص ده يعني فاتح عربيه كبده. انا بكلمك من شخص كان عنده سنتر مساج بيجيله فيه وزراء، تمام. كان عنده مول في التجمع في ظهر السعودي اللي عند المحكمه. عارف المول اللي كان 7 ستورز اللي في ظهر 7 بقى الكبير، سيلفر ستور، ده كان بتاعه، تمام. كان معاه اسطول عربيات مشغلهم، بيشتغل في اوبر بقى والكلام ده. لمره واحده واحد واقف على عربيه كبده. ده كام سنه الشخص ده؟ لا سنه كبير، كان سنه كبير ولسه عايش يعني، هو في سن والدي يعني. لسه عايش بس حياته اتدمرت. ما حاولتش حد تتواصل معاه تفهم منه ايه اللي حصل؟ ليه؟ بقابله كل فتره، ولو عايزني اقعدك معاه بعدك. انا محتاج اقعد معاه ونتكلم معاه في القصه دي. عايزني بعدك معاه، هو مش بعيد عن هنا عامه يعني. طب حلو، الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي. بس فحوار لعنه الفراعنه دي انا بالنسبه لي علامه استفهام، لان الحكايات اللي انت بتسمعها من ناس موثوقه شويه
مع الحاجات اللي انا حضرتها كتجربه شخصيه لا كارثيه. انا عامه وانا صغير فضولي بيسوقني فاهمني، فبروح حاجات كتير يعني انا امي اول مره تسمع الحدوته دي ان انا بقى رحت عند المقبره ومش عارف ايه والكلام ده. يعني ده هي امي بهدلته عشان خدني وخرج من وراها، مش تعرف ان احنا كنا بنفك مقبره يعني. وانت كطفل ما قلتلهاش؟ ما قلتش، انا حابب عايز اشوف. ما خفتش؟ عايز اتفرج. ايه؟ ما خفتش؟ لا. ما خفتش ان ممكن مثلا يكون بيستخدمك كقربان او حاجه من الحاجات دي؟ قربان ايه يا عم؟ بقول لك قريبي بيحبني جدا، هو اللي مربيني يعتبر. للاسف القرار مفيش الكلام ده. ما اعرفش بقى، بس ما حصلش فاهمني، وما استخدمنيش كقربان. انا فاكر كل اللي حصل ساعتها يعني، مش ما حصلش الكلام ده. وهو ما كانش بيعمل الكلام ده فاهمني. يعني انا رجعت منها سليم فاهمني، فانا ما استخدمتش كقربان. انت ما حدش استخدمك كقربان، انا ورجعت منها سليم لحد دلوقتي. انا راجع منها سليم. بس كنت بشوف حاجات ساعتها. بعديها خرجت من بعدها كنت بشوف حاجات، رغم ان انا ما دخلتش المقبره. شفت ايه؟ من بعدها كنت بشوف حاجات. شفت ايه؟ من بعدها كانت ابتدت فكره ان انا ابتديت اشوف خيالات في الشقه عندي فاهمني. لحد ما كبرت بقى الخيالات دي كانت فضلت ملازماني حبه. بعد كام سنه؟ لا مش عارف يعني نقول مده. مش عارف مده. بس انت ما حاولتش تعالجها؟ لا. عارف بص، انت بتشوف خيالات بس انت ما فيش حاجه اذتك، ولا حد حاول يقرب منك فاهمني، ولا حد حاول يقرب منك. بس انا رجعت من الحوار ده متغير شويه يعني. ما كنتش الطف حاجه يعني. انا كنت لما رجعت من الموضوع ده، انا لما كنت مثلا بتعصب او بيحصل موقف يضايقني او حاجه زي كده، عارف لما يجي لك بلاك اوت فاهمني، بحس ان انا جالي بلاك اوت وبفوق وانا عامل كارثه. بتلوش يعني انا بفوق وانا عامل كارثه. في اوقات كنت بفوق وانا عامل كارثه انا قدراتي الجسمانيه ما تقدرش عليها. طب انت عرفت بعد كده ان الموضوع ده سببه الحاجه دي؟ ما عرفتش اصلا لسه، ما دورتش. والخيالات دي مش موجوده دلوقتي. مش عارف، اصل في خيالات كتير بقى فاهمني، فانا الواحد دلوقتي اختلط الامر عليه فاهمني. بعد الموضوع اللي احنا فيه ده موضوع صعب. اختلط الامر عليه. اصل انا على مدار الموضوع ده ماشي اتعمل لي عمل. انا عايز اعرف القصه دي من حد الله يسامحه. ماشي، بتحكي لي الموضوع ده؟ احكي لك ماشي. وفي نفس الوقت اشتغلنا في البرنامج، اشتغلنا في الرعب والكلام ده، اشتغلنا في التلفزيون ورحنا حاجات رعب وحاجات كتير قوي. فاللي هو حوارات كتير قوي، فانت ما بقتش عارف الخيالات دي تبع مين بقى فاهمني. انتوا تبع الناس بتوع المقبره، ولا انتوا تبع المقابر اللي احنا كنا بنروح نصور فيها، ولا انتوا كنتوا تبع مش عارف مين. محدش عارف حاجه. حوار العمل ده يعني انا كنت مرتبط بسين من الناس بدون ذكر اسماء يعني، بس مش هعمل نفس الافيه بتاع بدون ذكر اسماء اقول اسمها. بلاش نقول. بس فالشخص ده كانت العلاقه لطيفه وماشيه بشكل كويس نوعا ما، لحد ما اكتشفت ان هي خاينه. ماشي اوكي تمام. فبعدها العلاقه اتقطعت، وهي حاولت ان هي نرجع لبعض واعتذارات وحاجات كتير قوي والكلام ده، خصوصا ان كان هيبقى فيه موضوع رسمي ووالدتها كلمتني اعتذرت لي. يعني دلوقتي انت اكتشفت خيانتها ومامتها هي اللي بتعتذر لك عن الموضوع ده؟ ما عرفت بقى خلاص. بعد فتره وكنت انا خلاص في علاقه تانية، البنت دي قابلتني، هي جارتي في المنطقه، وراحت قايله لي ان انت لو مش ليا مش هتبقى لغيري، عشان تبقى عامل حسابك. طبيعي كلنا ناخد الكلمه دي يعني. وكان معايا احمد ابراهيم، انت عارف احمد ابراهيم يعني. احمد ابراهيم اتصدم حتى من الموقف ده، وحاول ان هو يعني يلم الدنيا وياخدني ويمشي الكلام ده. انا اتلبشت لما هي قالت لي الكلام ده، حتى انا اتخانقت مع احمد ان هو انت ازاي لما هي تيجي تكلمني ان انت تسيبها فاهمني. انت هو سابني وقدم قدام شويه، هو فاكر ان هي كانت عايز مني حاجه، فعشان اللي هو خلاص طب هسيبكم تتكلموا حاجه زي كده. فقال لي يا ابني انا ما اعرفش، انا فاكركم هتتكلموا. بعدها بفتره طبعا انا لقيت في نص قطه يعني مقطوعه. بعدها قد ايه؟ بعدها حبه يعني، هي كانت عارفه بيتنا يعني. نص قطه قدام باب بيتك؟ ومن ساعتها ابتدى الموضوع يحصل فيه حاجات غريبه.
تمام. انا كان عندي بورتريه فوق السرير. الواد اللي بيعيط؟ تمام. لا مش الواد اللي بيعيط، فاهمني. كان عندي بورتريه بتاع، عارف انت في حاجات بتبقى 3 دي معموله بالجبس، بيكون مثلا فيهم ولد وبنت هم عاملين كده، اقول هم الصغيرين، البنت اللي تبقى لابسه عارفهم اللي هم الانجلز دول بالظبط. بس فهو كان البورتريه عباره عن بنوته قاعده على مرجيحه والولد بيزقها ومبسوطين وبيضحكوا. بس في مره انا صحيت على صوتهم هم بيضحكوا فعلا. تمام. وكانت البنت بتتمرجح بجد، يعني المرجحه كانت رايحه جايه، فاهمني، والولد بيتنطط وبيبصوا له، وصوت ضحكهم صوت ضحك اطفال مسبب لي رعب. مش اللي هو ضحك اطفال اللي انت عارف لما بتسمع ضحك اطفال بتبقى قاعد مبسوط مش عارف ايه، لا انت بتسمع ضحك اطفال عادي، بس ضحك الاطفال ده مخليك حاسس ان انت روحك بتتقلب منك. كان في خيالات بقى ساعتها، الموضوع ده كان بيظهر، كنت بحس بسخونيه في جسمي وخصوصا في ظهري بشكل مؤذي. ساعتها بقى ايه، قررت ان انا يعني كنت حاكي لواحد صديق ليا كان عنده واحده قريبته هي معالجه بالقرآن، راقيه شرعيه. فهي طلبت ان هي تكلمني في التليفون، وكلمتني فعلا في التليفون وقالت لي ان في حاجه غلط، يعني انت فيك حاجه غلط. رأيتني عن طريق التليفون عشان هي عايشه في محافظه تانية. ففكره ان احنا كنا نروح واحنا كنا في ايام امتحانات والكلام ده، فالموضوع كان هيبقى صعب جدا. ومفيش، هي اصلا لما خلصت الرقيه سالتني حاسس بايه والكلام ده، قلت مفيش حاجه ولا كان في حاجه حصلت. ف جيت بعدها في يوم من الايام الموضوع شد عليا الحراره بشكل مش طبيعي. حاسس بنار في نص التحتاني، في منطقه معينه في نص التحتاني، ماشي، كأن فعلا حد مولع فيا. اوكي. وببص لقيت صاحبي ده بيكلمني بيقول لي انا تحت البيت انزل لي. ماشي. انا ما كلمتوش ولا عملت اي حاجه، خلاص الموضوع انتهى. مديني ازازه مسك، قال لي ان قريبته كلمته وقالت له الحق احمد انا مديها لك ازازه مسك مقري عليها، روح اديها له. مسك كان لونه اسود. روح اديها له، خليه يدهن الاماكن اللي وجع بيها. اوكي ماشي. عملت كده والنار زادت طبعا، النار مش طبيعيه. اوكي ماشي. شغلت رقيه شرعيه جنبي، الموبايل كان بيعلق. ومره واحده الموضوع ده اختفى لوحده، راح لوحده خلاص. على النقيض ان انا كنت بشوف حاجات في الحقيقه. يعني انا في مره كنت مروح من القناه ايام ما كنت شغال في التلفزيون، ولا قبل التلفزيون، ايام ما كنت شغال في التلفزيون بس كنت شغال في المدينه. فراجع وانا في رمسيس، ركبت، كانت راكبه جنبي بنت الميكروباص، والبنت دي راحت بصالي وكانت بتكلمني، وانا مش عارف الناس اللي حواليها ازاي كلهم ما كانوش سامعين. بغض النظر يعني عن كل ده، خلينا بس نطلع شويه من جو الكآبه ده. نطلع شويه عشان الناس متعوده ان انا بخش اهزر واضحك في الكومنتس والكلام ده، في اللايفات بالذات، فما يعرفوش ان انا الدنيا سواد. بص هقول لك حاجه، لما رجعنا نبتدي البرنامج انا كنت حاطط بلان معينه كده. انا طبعا مش الناس بتخش تقول لنا محتوى صغير والكلام ده، انا مش حابب المحتوى الصغير قوي، لكن في نفس الوقت هو محتوى حاليا مطلوب في ظل ان في ناس بتقدم لا محتوى يوميا فبتتشاف اكتر. هي دي الفكره بقى، فاحنا محتاجين ان احنا نفضل محافظين على ده. البلان على مدار ان شاء الله سنتين، يعني البلان دي سنتين مش سنه. ان هيكون في حلقه طويله اسبوعيه، هيكون في البودكاست اللي هو زي اللي احنا فيه ده دلوقتي، هيكون في فيلم قصير شهر. تمام. الفكره بقى الناس لما سمعت مننا الموضوع ده في اللايف كان عدد مش كبير، لان كنا احنا خلاص بنفنش اللايف، تحمسوا جدا للفكره دي. في ناس ابتدت تسال عن الموضوع ده. عايزين بس نفهم الناس حاجه،
احنا الكرو بتاعنا عباره عن 5 اشخاص. ماشي، 5 اشخاص. ده في شخص اللي هو انا، في شخص اللي هو انا عشان خبطت المايك، في شخص اللي هو انا ورا الكاميرا، اضاءه، تصوير، الكلام ده كله، وبتابع الكرو في الحاجات دي كلها. بحاول على قد ما اقدر ان انا سبورت، سواء سلطان مثلا في المونتاج، سبورت عدنان في اننا ندور او نكتب حاجات معينه، يعني عشان الناس ما تدعيش عليا انا اللي كاتب الحلقات بتاعت الكرتون تشويه الطفوله دي. انا شخص يعني باين عليا ان انا شخص اصلا طفولته صدقني ينفع ان هو يسوي طفوله الناس، طفولته بايظه. فال5 اشخاص دول كل واحد اصلا مسحول في الحته بتاعته. ان احنا بنقدم محتوى، ان احنا بننزل حلقه كل يوم، فعدنان مطالب منه ان هو يكتب من 20 ل 30 حلقه كل اسبوعين. ده مرهق جدا في السيرش لود. سواء انا او سلطان، حتى في السبورت في المونتاج مع سلطان، عشان نعرف نغطي على الحاجات التانية بجانب شغلنا. فكره ان انت تطلع حلقه كل يوم مونتاج جنب ان انت عندك حاجات تانية، سواء سلطان عشان سلطان جرافيك ديزاينر اصلا، فسواء سلطان جنب شغله كجرافيك ديزاينر او كشغل المونتاج اللي هو بيعمله للبرامج التانية اللي احنا شغالين فيها، او بالنسبه لي انا كشغلي في الجامعه الصبح وبعد كده برجع بالليل، فلا موضوع لود. فاحنا عشان نبتدي نخش في ستيب 2 او الكلام ده كله، محتاجين على الاقل ان احنا نكبر الكرو شويه. عشان خاطر نكبر الكرو محتاجين فلوس، فمحتاجين موضوع يكون في صرف مادي. انا مش يا اما يكون في متطوعين، يعني والله اعلم مين اللي هيجي يتطوع في حاجه لسه بتستارت. يعني لو في شخص حابب ان هو يتطوع في حاجه بتستارت، احنا طبعا هنبقى مرحبين جدا. سواء في السكريبت او سواء في المونتاج، الكلام ده هنبقى مرحبين جدا بالموضوع ده. لكن في نفس الوقت انا حابب ان لما اجي اشتغل مع حد فعلا عنده تالنت، حد متخصص فاهم هو بيعمل ايه، الكلام ده كله. فالناس دي عشان خاطر انت تجيبهم لازم ان انت يعني تديهم مقابل اللي هم يعملوه معاك. فالموضوع لا محتاج لسه قدام شويه. احنا حاليا ابتدينا نخش في ان تكلفه تصوير الحلقات تشيل نفسها. لكن الوقت اللي احنا بنبذله، المجهود اللي احنا بنبذله، الكلام ده كله لسه. فكره ان احنا نكبر اكتر، لسه فكره ان حد فينا يتفرغ لفكره البرنامج ويبقى عايد لها، دي لسه شويه صعبه قوي، فاهمني؟ فالموضوع لسه قدامه وقت. احنا عملنا البودكاست، هيكون فيه كده كده حلقه طويله، يعني على مدار شهر 7 البودكاست هينزل، الحلقه الطويله هتنزل، والفيلم القصير هينزل. اوكي. وعلى اخر شهر 7 هنعمل بول او هنعمل زي تصويت كده، وهنسال الناس عايزيننا نكمل في ايه دلوقتي. لكن وعد ان الناس هتشوف الكلام ده كله في خلال، يعني على مدار 2 سنين. احنا بقالنا كده 3 شهور بادئين، وعلى الارقام اللي احنا محققينها في 3 شهور دي حلوه جدا. احنا الحمد لله يعني ماشيين بمعدل كويس، ماشيين بمعدل طبيعي، ماشي، مش معدل خارق، ماشيين بمعدل كويس. في حلقات عندنا بتضرب، في حلقات عندنا بتفضل واقعه، يعني الدنيا لسه ابس اند داونز. احنا الموضوع عندنا مش ثابت. الله اعلم. احنا الفيز 3 احنا عندنا 4 فيزز. احنا ابتدينا الحلقات القصيره، في بعدها فيز 2، فيز 3، فيز 4. اوكي. لحد ما نكتشف بقى نعمل ايه تاني. فعشان خاطر نخش في الفيز 2 فاحنا محتاجين نعرف الناس حابه ايه اكتر، وده اللي هنعمله. زي ما هم طلبوا محتوى طويل وطلبوا حاجه تتعمل طويله يتسالوا فيها، انا بالنسبه لي مرحب جدا بالبودكاست. بالظبط، يعني حاجه محتاجه نتكلم فيها اكتر ومساحه نتعامل بيها. بص، لا اقول لك، يعني انا مش فكره حب اكتر او حاجه زي كده. يعني انا شخص عملي، ماشي، فانا بحسبها حسبه ده هيعمل ايه مع التيم. البودكاست معتمد على الحوار اللي بين الهوست والجست، فمش حاصل على عدنان في الكتابه، ماشي، ومش حاصل في التصوير والمونتاج بشكل لود قوي، لان المونتاج بتاعه هياخد وقت، لكن هنعتبره حلقه.
وعلى السوشيال ميديا انه يقعد يقطع ريل ده برضه هتقطع ريل فاهمني، فانت هتقدر تغطي بيه يعني فاهمني. اليوم اللي انت هتمنتجه في يوم وبعد كده هتقطع منه ريلز، على الاقل هيكفي لك 4-5 ريلز فهتنزله، فهيقلل معاك في الوقت. فكده كده الدنيا هتبقى لطيفه بالنسبه للكرو، مش هيبقى اوفرلود عليهم. طبيعي هيكون في لود زياده بس مش اوفرلود. فاهم قصدي؟ الحلقات الطويله هتبقى اوفرلود شويه طبيعي. حلقه طويله جنب 25 جنب 20 حلقه كل اسبوع. احنا بنصور دلوقتي مرتين في الشهر، تمام؟ فانت بتحاول ان انت تكتب 20 حلقه او 15 حلقه كل اسبوعين يكونوا جاهزين، جنب ان انت تعمل حلقتين طوال في الاسبوع. انت بتكتب حلقه مدتها 45 دقيقه، عشان نكتب حلقه مدتها دقيقه او دقيقه ونص او 3 دقائق الموضوع بيبقى كبير. انت عشان تكتب حلقات طويله الحلقه مدتها 25-30 دقيقه، لا الموضوع اذا كان انت لسه بتقول الحلقه حتى الصغيره اللي هي 3 دقائق دي انتوا ما تعرفوش ايه اللي بيحصل وراها. لا يعني في حاجات معينه. احنا لما قلنا ان احنا هناخد بريك شويه من موضوع الجن والكلام ده، انا عارف ان الريتش بتاع القناه وقع والناس كانت مستنيه ان هي تشوف حاجه اعلى شويه من لعنه الفراعنه، ومستنيه ان هي تشوف برضه حاجه قويه والكلام ده، بس احنا كنا محتاجين بريك. تعبنا بجد. احنا كنا محتاجين بريك ولما رجعنا تمام حصل بلاوي في التحضير. يعني اقول لك حاجه، استنى اقول لك حاجه. يعني عندك عدنان، ماشي؟ عدنان وهو بيحضر حلقه من الحلقات بتاعت السيزون الجديد اللي هي المفروض هتتصور اليومين دول، لا كان بيكلمني الواد بهدل في مخمضه عنده في الشقه، وهو نايم. كان في ناس بتشد البطانيه وكان قاعد يسمع صوت خبط وترزيع ومش عارف ايه والكلام ده. يعني عدنان يمكن عشان الحمد لله قلبه جامد شويه فهو ما بيتاثرش، بس هو بيكلمني مشغل المروحه، واقف قدام المروحه بيقول لي انا حاضن المروحه وجسمه بيقول لي انا حاسس بصهد مش طبيعي، باخد نفسي بالعافيه. فاهمني؟ وابتدى ان هو يرجع بقى. عملنا سيرش على الفتره اللي فاتت وحددنا الحاجات اللي هتتعمل، وحددنا حاجات في الجن، وعملنا حاجات للفنانين اللي الناس بتحبها. ده انا ما بحبهاش بس الناس بتحبها لان بتجيب ريتش. بتجيب ريتش بتجيب ريتش. الناس بتحب تسمع قصص الفنانين وتحب تسمع قصص الناس اللي هم عارفينها يعني. فلما رجعنا نعمل حاجات الجن تاني قررنا، انا كنت واعد الناس ان احنا هنرجع نعمل حاجات جن، نعمل حاجات تقيله. فقررنا ان احنا نخش بقى على الناس اللي فوق بقى، فاهمني؟ نخش على بلوك الجن على طول. خلاص بقى احنا خدنا الموضوع ليفلات. خدنا الموضوع ليفلز، فدخلنا بقى على الحاجات التقيله شويه. لا نهار ازرق، لا كارثه. موضوع البريك لازم ناخد بريك. فاحنا كل فتره كده لازم ناخد بريك. الريتش هيقع، الريتش يقع يا عم. انا صحتي اهم من الدنيا. صحتي دي عندي بالدنيا، مفيش اوبشن تاني. شيماء بشكرك حبيبي. الموضوع كان محتاج اطول من كده، ولكن احنا عندنا حاجات تانية تتصور بالظبط. الحمد لله النور ما قطعش. الحمد لله النور ما قطعش. وعايز اقول مسج كده لكل الناس اللي فضلت معانا ودعمانا بقى معنويا او ماديا. اللي احنا فيه ده بسببكم، مكملين بسببكم، وهنكمل بسببكم. فشكرا على كل حاجه. والمايكات دي بسببكم. بجد شكرا شكرا ليكم. وعايز اقول ولكن مش هكفي واوفي حقكم علينا، وفي حاجات تانية جايه كتير. يمكن شامل لسه قايل الموضوع بتاع ده. فبشكركم جدا جدا، وتابعوا بقى كل اللي جاي الفتره اللي جايه. سلام.